السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشاط التقدمية في أسبوع. الخبر الأول: احتفلت مدرستنا بيوم عيد النصر، هذا اليوم الذي خلده شهداءنا الأبرار، فبدمائهم انتصرنا. أسكنهم الباري الفردوس الأعلى، وحفظ الله جميع صنوف قواتنا الأمنية والحشد الشعبي ذخرا للوطن. الخبر الثاني: زار مدرستنا وفدا من عمادة معهد إعداد المدربين المتمثلة بالسيد العميد سالم حريز جسام وعدد من أساتذة المعهد، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة ومدراء المدارس الأستاذ غازي عبد الهادي والسيد دعاء عبد المنعم، حيث اطلع الوفد على التطور التي تعيشه مؤسستنا وأعربوا عن سعادتهم. فأهلا وسهلا بكم، أنتم أهل الدار ونحن الضيوف. الخبر الثالث: احتفلت مدرستنا بيوم اللغة العربية، حيث قامت لجنة اللغة العربية بعرض الوسائل التعليمية الخاصة باللغة العربية، وزارت إدارات مؤسستنا المعرض، وبحضور رئيس مجلس الإدارة تم افتتاح المعرض، واطلعوا على الفعاليات الخاصة باللغة العربية. فبارك الله بجهود كادرنا المبدع، ومن تقدم إلى تقدم إن شاء الله. والآن ننتقل إلى الست مها عادل في فقرة أسرتي قوتي. شكرا للطالب يوسف مشتاق. مشاهدينا الكرام، تحية من الله عليكم، وطابت أوقاتكم بكل خير وأسعدتم صباحا، وأهلا وسهلا بكم في فقرة أسرتي قوتي، فقرة هدفها تقويم الأسرة، كون الأسرة هي نواة المجتمع. سأكون أنا معكم في الإعداد والتقديم مها عادل محمد، وعنوان فقرتنا لهذا الأسبوع هو الصمت الأسري. الصمت الأسري حوارات غاب عنها الكلام. الصمت الأسري نذيرا لوحشة القلوب والأرواح. كيف تكون الحياة الأسرية ما بين صمت وحوارات؟ صمت لا يقاطعه سوى فواتير المنزل واحتياجات الأولاد، بدلا من أن تقاطعه كلمات الحب والود والثناء فيصبح البيت لا روح فيه. هنالك عدد من الاستراتيجيات والنصائح يجب أن نوجهها لأولياء أمورنا الكرام من أجل كسر حاجز الصمت واللجوء إلى الحوار الأسري. أولاً، اللجوء ومشاركة الحوار وتبادل الآراء ما بين الأم والأب أمام الأبناء، كاختيار نوع الملابس أو اختيار نوع الطعام أو اختيار نوع الأثاث. فإذا نجح الآباء في الحوار فيما بينهما أمام الأولاد فهم نجحوا في خطوة أولى، ونجحوا في كسر حاجز الصمت ما بين الآباء والأبناء. ثانياً، عدم التذمر وعدم الانزعاج من أسئلتهم المتكررة وكثرة فضولهم أحياناً. ثالثاً، تخصيص وقت خاص للأولاد وسماع مشاكلهم جيداً. رابعاً، تعليم الأولاد على تقبل النقد البناء وتقبل اختلاف الرأي أحياناً، واللجوء إلى الحوار الهادئ، فليس كل حوار حوار. وفي النهاية نصيحة: كلما زاد حوارك مع أبنائك كلما زادت ثقتهم بنفسهم، وكلما لجوا إلى استخدام فن الحوار في كل شيء من شؤون هذه الحياة. وأخيراً، عزيزي الأب عزيزتي الأم، تذكروا أن الحياة الأسرية ليست وحدة عسكرية نفذ ثم ناقش. ابتعد عن الأوامر والتجأ إلى الحوارات الهادئة والنقاشات الهادفة. وختاماً، شكراً لحسن إصغائكم، وعودة إلى الطالب يوسف مشتاق. شكرا للست مها عادل. والآن وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.